تخيل لو قمت الصبح وبصيت من الشباك وما لقيتش الشمس، لا ضوء، لا حرارة، لا حياة، إلا يحصل للأرض. تعالوا نعيش سيناريو كارثة مع بعض. فقلت 8 دقايق مش هنحس بحاجة أصلا. ليه؟ لأن ضوء الشمس بيحتاج 8 دقايق عشان يوصل لينا. يعني لو الشمس اختفت دلوقتي احنا لسه شايفينها في السماء عادي جدا. طيب بعد ال8 دقايق السواد هيعم الكوكب كله، والجاذبية اللي ماسكاه الأرض في مدارها هتختفي، والأرض هتبدأ تهيم في الفضاء في خط مستقيم. وفي برضه احتمال ان طبعا كل الكواكب يعني هتطير من مدارها، فيكون احنا كمان نصطدم بكواكب تانية. الحرارة هتبدأ تنخفض بسرعة خيالية. خلال أسبوع متوسط درجة الحرارة للأرض هينزل تحت الصفر. في خلال سنة المحيطات كلها هتتجمد، ومعها هتنتهي أغلب أشكال الحياة على وش الأرض. الناجون الوحيدون من الكائنات. أنا ليه قلت أغلب الكائنات الحية؟ لأن مثلا القطب الجنوبي والبطريق وكده، هم أصلا إحنا الأنشطة البشرية بتاعت البشر خلت الجليد اللي هم عايشين فيه يسيح، أو بدأ يسيح شوية، يقل. ماشي. فإحنا دلوقتي لما الشمس تختفي الأرض هتتجمد، فهم اصلا هم هيحمدوا ربنا على ده، مش هيزعلوا. بس استنوا، البشرية عندها فرصة. الناجون الوحيدين هيكونوا في محطة الطاقة النووية، أو في الأعماق الجيولوجية القريبة من حرارة باطن الأرض، عالم مظلم متجمد ومرعب. الشمس هي القلب اللي بيضخ الحياة في النظام الشمسي. لو عجبكم السيناريو ده ما تنسوش اللايك المتين، واكتبوا لي في التعليقات تفتكروا البشر يقدروا يكملوا حياتهم في الظلام أبدي. وسلام.